الناس بتسألك على الفلوس بس في نفس الوقت بيقولوا عليك حرامي ونصاب. السؤال الشائع يا دك، الفلوس صحيح الناس بتسألك على الفلوس بس في نفس الوقت بيقولوا عليك حرامي ونصاب. وبعدين يا جدعان في الحوار ده بقى مش هنخلص منه. اخر سنتين في حياتي من ساعه ما ابتديت اتكلم على التداول وعملت قناه تانية للتداول، الناس رابطه مفهومها عن التداول بيا. للاسف الناس بيجربوا التداول زي اي حاجه في الدنيا اسبوعين ثلاثه، زيه زي الجيم، زيه زي اي بيزنس جديد، زيه زي اي حاجه بيعملوها، بيسيبوها بعد ما بيخسروا او بيبطلوا او بيملوا، وطبعا بيلوموا الموضوع ويقولوا انه نصب اشتغاله، وكمان بيقولوا على الناس اللي بتتكلم عليه كده. للاسف التداول عليه سمعه وحشه في الوطن العربي، فالناس اللي بتتكلم عنه برضه بياخدوا من السمعه دي. الناس اللي بتقول عليها نصاب دي، انا نصبت عليهم في ايه؟ انا مش عارف. قول لي كده، انا خدت منك فلوس؟ يعني قول لي انا عملت حاجه؟ والله قول لي في الكومنتات تحت. انا بستغرب فشخ الناس، والله العظيم بستغرب فشخ. انا بتكلم على التداول عشان انا بعمله وبحبه وعامل له قناه عشان انا عندي شغف فيه. بقول لك اعمله واديله سنتين ثلاثه على الحساب التجريبي، بعد كده خش فلوس حقيقيه. الناس ما بتعملش كده، الناس بتخش اسبوعين ثلاثه فاكراها سبوبه، تسيب شويه فلوس من معاها، فلوس محتاجاها كمان مش حتى فلوس استثمار، تخسرها عشان ده طبيعي. كله خسر، انا خسرت في الاول. وطبعا يسيب التداول يقول عليه نصب، يقول عليه اشتغاله، ويلوم الناس اللي قالت له عليه، مع اني انا ما قلتش. انا بقول انا عملت، ما بقولكش انت اعمل. والناس برضه تقعد تسالني انا بعمل ازاي فلوس، بقول لهم ويقولوا عليها نصاب. انا بقول لك انا بعمل فلوس كده، انا مش عارف طب اعمل ايه. انت بتسالني بتعمل فلوس ازاي، بقول لك تداول وسوشيال ميديا، وانت بتقول على الاثنين دول السوشيال ميديا حرام والتداول نصب. طب انا اعمل ايه؟ اقول لك ايه؟ اكذب عليك؟ انا بقول لك انا عملت ايه اللي مشي معايا وايه اللي ما مشيش معايا. خد اللي يريحك وسيب اللي ما يريحكش، بس ما تطلعش عليا كلام وما تقولش عليا حاجات انا ما عملتهاش.